فعلا كنا بنشوفه مع النجم الكبير احمد زكي، كان طول الوقت عايش مع الشخصيات، يخرج من واحده عشان يخش في الثانيه عشان يخرج الكاركتر اللي هو بيرسمه في الفيلم. احمد زكي كان من اكتر الممثلين في مصر الشخصيات كانت بتاثر فيه فعلا، ده يمكن في تقديرنا ما كانش في العالم كله، لدرجه ان هو كان زبون دايم عند الدكاتره النفسيين عشان يخرج من الشخصيات دي. وكان بيقول على الطبيب النفسي وتعبير حلو جدا ان هو كان صديق بالاجر. احكي لكم كام مثال بسرعه قبل ما نروح شخصيات بعد كده. زكي الله يرحمه قبل تصوير زوجة راجل مهم كان عنده تعب شديد جدا في معدته، كان حاسس ان القولون تعب ولف على دكاتره كتير جدا عشان يلاقي علاج، لحد ما راح لدكتور وساله عن الدور اللي بيمثله. لما حكى له بقى قصه الضابط هشام اللي بيمثل دوره، والدكتور قال له والله ده مش قولونك انت، ده قولون الضابط هشام. الشخصيات كانت فعلا بتسكن جواه وبتعيش جواه. نفس الكلام ده اتقال في فيلم حليم على فكره، كان بيتقال ان تقاريره وحالته الصحيه كانت بتتحرك وبتتغير عكس مرضه تماما، كانت بتتحرك تبقى شبه مرض عبد الحليم. ازاي انا ما اعرفش. وطبعا بقى الادوار الكتيره الثانيه اللي كانت بتخليه يتعامل مع الناس على انه السادات، مره انه جمال عبد الناصر، حاجات كتير اللي هو الكلام عنها مش هنخلص. بس بقى انزل شوف الحلقه بتاعت احمد زكي تحت هسيبها لك في الديسكربشن. نروح وإن ما فضلش معاك غير قلبك